ماشي. معظم الناس فاكره ان شيل الحديد بس للناس اللي عايزه تضخم وتبني عضلات كبيره عشان شكلها يبقى حلو بس في الصور كده وتتمنظر، بس الحقيقه هي شيل الحديد اهم من كده بكتير. الحديد ده حاجه اساسيه جدا، مش حاجه للترفيه كده تعملها وانت فاضي بس، دي حاجه لازم تعملها كل يوم عشان جسمك يفضل شايلك، عشان من الاخر ما توصلش لسن ال 50 60 70 ومش قادر تقوم من الكرسي، مش قادر حتى تربط جزمتك، مش قادر تشيل حفيدك او عيالك. بص انا عايزك تبص على الحقيقه كده اكنه استثمار، زي كده ما بتحوش فلوس لبكره، لانك هتحتاجها اكتر من اي حاجه تانية لما تكبر، واكتر من الفلوس كمان. بص كل تمرينه بتعملها دلوقتي، كل مجهود وكل رفع اوزان، عامل كده زي حساب بتفتحه في بنك صحتك. الفايده مش هتشوفها بس في الصور وشكلك هيبقى جميل، لا ده بونص، فايده هتشوفها قدام كمان 10 20 30 سنه، لما كل الناس اللي حواليك تبدا تشتكي من ظهرها ومن ركبتها وانت عايش حياتك الصح. انا مش عايز تستنى لغايه الوقت ده وتقول يا ريتني كنت بدات، عشان تبقى عارف مفيش وقت متاخر تقدر تبدا فيه. ممكن تبدا النهارده تشيل حديد في اي وقت، حتى لو مش عايز تبقى بادي بيلدر، حتى لو مش فارق معاك شكلك، ده بس عشان تبقى بصحه كويسه وتعرف تتحرك كويس. خليك فاكر شيل حديد استثمار، فما تنساش ابدا شيل حديد دلوقتي واستثمر في صحتك. يلا بينا.